السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا خاص بالثانوية العامة خاصة وبجميع الطلاب عامة. أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن منصة إلكترونية لاستقبال أي شكوى من أولياء الأمور، يعني أي طالب أي ولي أمر أو أي طالب عنده شكوى بخصوص حاجة معينة، بخصوص الحساب الموحد، بخصوص الامتحانات، أي حاجة خاصة بالتربية والتعليم، يقدر يعمل شكوى إلكترونية من خلال الرابط اللي هسيبه لكم في الوصف بتاع الفيديو. علشان نعمل الشكوى دي هنعمل حاجة من الاتنين، يا إما إن احنا نضغط على الرابط اللي موجود أسفل الفيديو ده، يا إما إن احنا ناخد الرابط ده نسخ ونعمل له لصق في متصفح جوجل كروم أو أي متصفح آخر. تعالوا نشوف ونتابع الشرح بالخطوات. هنروح لمتصفح جوجل وهنبدأ نعمل لصق للرابط اللي معانا ونبدأ نضغط انتر. هيبدأ يدخلني على الصفحة دي. الواجهة بتاع الصفحة اهو: تسجيل شكوى، إنشاء شكوى جديدة، الاستعلام عن شكوى حالية. يبقى أنا عشان عندي حاجتين، يا إما إن أنا أعمل شكوى جديدة لو أنا عندي مشكلة معينة، يا إما إن أنا أعمل استعلام عن شكوى لو أنا كنت عامل شكوى وعايز أعرف الرد عليها إيه بالظبط. إحنا وليكن إن إحنا هنعمل شكوى جديدة، إنشاء شكوى. بيبدأ يقول لي تسجيل الشكوى، نوع الشاكي، أنت كشاكي عبارة عن إيه؟ عبارة عن في سهم هنا هنضغط عليه، هيقول لي أنت ولي أمر ولا طالب ولا موظف ولا معلم. أول حاجة هنبدأ نضغط على السهم ده ونختار نوع الشاكي، ولي أمر ولا طالب ولا موظف معلم يعني. لو أنت ولي أمر طالب وعندك مشكلة معينة هتضغط على ولي الأمر، ولو أنت طالب نفسه هتضغط على الطالب، ولو أنت المعلم هتضغط على معلم. إحنا وليكن مثلا أنا ولي أمر طالب وعايز أسجل شكوى معينة، أنا ولي الأمر أضغط ولي أمر. هبدأ أقول لي الرقم القومي للطالب، هبدأ أكتب الرقم القومي وكود الطالب. هكتب الرقم القومي وكود الطالب وارجع لكم. يبقى الرقم القومي بعد ما كتبنا الرقم القومي هنبدأ نكتب كود الطالب ونتأكد ان احنا كاتبين البيانات مظبوط. بعد ما كتبت الرقم القومي للطالب وكود الطالب، سواء أنا بقى كنت ولي الأمر أو الطالب نفسه، هبدأ أضغط تحميل البيانات. هيبدأ يجيب لي الصفحة دي، نوع الشاكي ورقم القومي للطالب وكود الطالب وتحميل البيانات. بيقول لي اسم ولي الأمر رباعي، بيقول لي اكتب اسم ولي الأمر، الرقم القومي لولي الأمر، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الموبايل، رقم الهاتف 1، رقم الهاتف 2، رقم الهاتف 3، صلة ولي الأمر المتعلق بالشكوى. يعني أنت كولي أمر أنت والد التلميذ ولا أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا عمه ولا خاله ولا جد ولا جدة، نكتب الصفة وليكن مثلا أب. نوع الشكوى، نوع الشكوى دي البيانات غير صحيحة ولا بيانات غير موجودة، ولا فيه رقم تحقق غير صحيح، ولا غير قادر على الدخول على البوابة، ولا شكوى عامة أخرى. هنبدأ نحدد وليكن هي شكوى عامة. هنبدأ نكتب عنوان الشكوى والمحتوى الخاص بالشكوى وأقول أنا لست برنامج روبوت طبعا، وبعد كده هدوس إرسال الشكوى. يبقى أنا كده قدرت أقدم شكوى، ولمتابعتها أقدر أرجع، وطبعا لمتابعة الشكوى أقدر أدخل على جوجل كروم
واكتب نفس الرابط، وابدأ ادوس بقى المرة دي استعلام عن الشكوى بعد مثلا يوم ولا يومين، اشوف ايه اللي حصل في الشكوى بالظبط، وادخل رقم الشكوى، هيبقى فيه رقم شكوى يطلع لي، هدخله وابدأ اضغط استعلام واشوف ايه اللي حصل في الشكوى. وبكده يا شباب يبقى وضحنا لكم ازاي نعمل شكوى الكترونية لو انا عندي اي مشكلة في اي حاجة معينة، سواء انا كنت ولي امر او طالب في الثانوية العامة او في اي مرحلة اخرى. وفي الختام ما تنسوش لايك للفيديو، وما تنسوش تعملوا مشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.